السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية بخير. النهاردة أول يوم رمضان لينا. طبعا مسحوم بقى وحاجات كده. النهاردة يا جماعة فطرنا. النهاردة هقول لكم ما قبل الفطار، وإن شاء الله نشوف الشكل النهائي لأن مش هينفع أصور لأن هيبقى صعب شوية. طبعا زي ما احنا قلنا في المنيو هنعمل صدر الفراخ الرومي زي ما احنا شايفين. أنا كنت عطيته صدمة وعملته فتحات وحطيت فيه توم. عندي الشوربه اهي بتفك، وعندي هعمل رز بسمتي اعمله على قدكم يا جماعه. دول في حدود كوبايتين ونص. وعندي كمان هنا سمبوسه هحشيها بالسوزيس وهحشيها بالجبنه الموتزاريلا، واحط فيها اي نوع جبنه تاني، جبنه فيتا، جبنه اي كان يعني. ومعايا هنا المستردة تمام. ومعايا هنا توابل كبسه عشان اعمل ديت كبسه هعملها بالجزر مبشور، بس دي بتاعت الصدر الرومي اللي احنا شايفينه. معانا هنا التوابل كمون وملح وكركم وكبيبه صيني وقرفه وملح وفلفل اسمر وكزبره وكل حاجه. هبدا ان انا اقلبهم واغلف بيها الصدر الرومي اللي انا عطيته صدمه معاكم. ارجعوا يا جماعه الفيديو التفريزات وتتبيلات لرمضان هتشوفوه باذن الله. وبعد ما اتبلها هبدا ان انا بردك احط عليها المستردة، وهبدا ان انا اقلب دولت وهديهم صدمه على النار زي ما احنا شايفين. هيتبالوا بس معايا، وبعد كده هضيفهم واحط حبه شوربه هنا واغلفها بورق الفويل. ده رز يا جماعه طويل الحبه مش بسمتي، البسمتي غالي جدا. وكمان يا جماعه قبل ما اختم معاكم الجزء الاول معانا قبل الفطار ده بردك هعمل طاجن، يعني حاجه بسيطه كده، طاجن فاصوليا اللي هي عينها سودا دي، هعملها في طاجن ان شاء الله. رجعت لكم من جديد وخلاص تبلت معاكم الصدر الرومي، حطيت التوابل. بعد كده هدلكوا بالطريقه ديت وحطيت المستردة زي ما احنا شايفين كده. حاجه يا جماعه ليشز. ورجعت لكم من جديد. خلاص انا شوحت الجزر والبصل وتبلت ديت بالتوابل اللي قلت لكم عليها والمستردة اهي بالشكل دوت. هبدا دلوقتي حالا احط لها حبه شوربه لحمه اهيت، احط بس حاجات بسيطه، ولما تعوز ابقى احط لها تاني وبحطها في الفرن. طبعا الفرن يا جماعه سخن، وهبدا اغطيها بالورق الفويل عشان تبقى معايا شبه الروست بيف بالظبط. دي انا سميتها يا جماعه في التتبيلات روست تشيكن، دي اختراعات ايمي يعني كده ايه، بنقلد الرومي المدخن اللي بيتباع بره بس بطريقه ايمي. اتمنى تعجبكم، وهغلفها دلوقتي حالا بورق الفويل واوريها لكم وانا بدخلها الفرن. خليكم معايا. زي ما احنا شايفين خلاص حطيت الصدر الرومي في الفرن. هسيبه بقى يعني من حين لحين كده، هقعد اقلبه على الجوانب عشان يتكرمل مع بعض، ومش هزوده حبه كتير. انا زي ما انتم شفتوا زودت حبه شوربه صغيرين خالص، وبعد كده هقعد اشوفه لغايه ما يعني ياخد اللون ويتكرمل كده ويبقى حلو يعني، وهنشوف مع بعض باذن الله. ورجعت لكم من جديد، ودلوقتي الكبسه معايا او الرز الحبات طويله اللي مبشور بالجزر، وادي الليمون وادي ورق الراوله والقرفه زي ما احنا شايفين اهي على الوش. طبعا انا خلاص حطيت الميه بتاعته او الشوربه على ميه. طبعا شوحت البصل وشوحت الجزر. طبعا انا زي ما علمتكم في الرز بغطيه بورق فويل، ببدا اقلبه بشوكه كده بالشكل ده، وطبعا بسويه موطيه النار خالص، وحطيت الشياطه افرفره كده بالشوكه معايا، وبعد كده هغطيه تاني ونسيبه لحد ما يتلدن او يستوي. ورجعت لكم من جديد. النهارده هعمل معاكم سمبوسه اول مره اعملها على القناه معاكم. دي سمبوسه السنبله اللي احنا جبناها في المشتريات زي ما انتم عارفين. خلاص دي الحشوه اللي انا عملتها اهي بالشكل ده. عملت سوسيس وحطيت زعتر وحطيت جبنه فيتا وحطيت كمان جبنه موتزاريلا. اي حشوه يا جماعه انتوا عايزينها مش هتقول لكم لا. وده يا جماعه اللاصق اللي هعمله في السمبوسه. ده عباره عن حبه دقيق وحبه ميه. خلاص بقلبهم بشوكه بيبقوا معايا بالشكل ده تخين عشان الزق اخر طرف في السمبوسه عشان ما تفكش معايا في القليه. هنبدا نحشي مع بعض ان شاء الله. هبدا اجيب الحشوه بالشكل ده واحطها، نحشي واحده تانية مع بعض بالشكل ده. بس ملحوظ يا جماعه لازم تغطوا السمبوسه، هتاخدوا جزء بس على قدكم وتغطوها باي فوطه مطبخ. هنبدا ناخد الطرف الاولاني على شكل مثلث كده بالشكل دوت اهوت، وهنبدأ نلف كده على شكل مثلث اهوت، ونلف عادي، ونيجي عند الحتة الأخيرة ونيجي ناخد اللاصق ونلزق اهوت بالشكل ده، ونقوم لفينها كده اهوت.
اهو. يبقى انا كده عملت لاصق من الدقيق عشان ما تفكش معايا في الزيت. اتك عليها بس كده واكد عليها اهو، بس هتبقى معايا بالشكل ده. رجعت لكم من جديد اهو. زي ما احنا شايفين صدر الرومي قلبته على الجنب التاني، وهبدا اسويه تاني واغلفه تاني وادخله الفرن لحد ما يستوي معايا، وان شاء الله طعمه هيبقى لذيذ وتحدي. ورجعت لكم من جديد، ورمضان كريم علينا وعليكم، وده فطار النهارده اول يوم رمضان لينا معاكم على القناه. كل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه بخير وصحه وسعاده. وده الشكل النهائي معايا ده يا جماعه صدر الرومي ما شاء الله عليه. بصوا يا جماعه مستوي ازاي وحلو اهو. بظبط لكم بس الصوره. شايفين ده الصوص بتاعه، ضربته في الهاند بلندر. هبدا اضيفه. ده اختراع ايمي يا جماعه، اسمه روست تشيكن. ده روست تشيكن اهو الشكل اهو النهائي. قطعته مستوي جدا. ومعايا ده الرز شبه الكبسه بجزر مبشور، شبه اللي بيتباع في عبد الوهاب اللي احنا بنجيبه مع كبسه اللحمه او الفراخ. وادي معايا طاجن الفاصوليا، ومعايا بتنجان ده شويته في الفرن، حطيته وشويته على ورق زبده في صاجه من غير القليه. وادي سلطه خضراء، ودي السمبوسه معاكم. ده الشكل النهائي معاكم في فطارنا النهارده. هنبدا نحط الصوص معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم اهو بالشكل ده. وهنبدأ بقى ان احنا نوزع الشريحة على قد الفرد. ما تنسوناش بقى في لايك وسبسكرايب وشير. كانت معكم ايمي، واشوفكم في خير وعلى خير، صوما مقبولا وافطارا شهيا، وكل سنة وانتم طيبين. دمتم سالمين.